بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا عملنا مع بعض قبل كده الفطير المشلتت وسويناه على الطاسة وكان تحفة جدا. هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف. انما النهاردة هنجرب فطير الافران بطريقة سهلة. يلا نشوف مع بعض. معايا 4 كوبايات دقيق متعدد الاغراض، ومعايا كوباية وربع مية للعجن، ومعلقتين كبار سكر ورشة ملح، وتمن زبدة نيوزيلندي تكون في التلاجة، ومعايا دقيق للفرد. اول حاجة هجيب الدقيق واحط عليه السكر ورشة الملح وهديله تقليبة، وبعد كده هنزل بالمية سنة بسنة وهفضل اعجن واحدة واحدة لحد ما تطلع لي عجينة متماسكة وطرية وناعمة، اقدر ان انا اتحكم فيها وما تكونش بتلزق قوي. اهو بالشكل ده هنزل حبة بحبة، لان كل دقيق بيحتاج كمية معينة من المية، الدقيق كله مش زي بعض. وهفضل اعجن لمدة 10 دقايق. لو في العجان مش هتاخد وقت، هتاخد حوالي 5 دقايق لحد ما وصلنا للقوام ده بتاع العجينة. وبعد كده هحطها تاني وهغطيها وهسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق. كل ما هترتاح كل ما هتديني نتيجة افضل وهتتفرد معايا بسهولة. وهنا بعد ما خليتها ارتاحت، كانت المفروض ترتاح اكتر من كده، رجعت غطيتها وسبتها تاني ترتاح شوية. بعد ما لقيتها لسه بتلم معايا وانا بفردها قدامكم بالشكل ده، ما شلتهاش علشان كل واحد يتعلم من اخطائه. العجينة كل ما ترتاح كويس كل ما تديني نتيجة افضل. بعد كده خليتها ارتاحت، بقت بتتفرد معايا بسهولة اهو، وفضلت افرد فيها بس ما رققتهاش خالص، يعني علشان اعرف اوزع عليها الزبدة. بعد كده الزبدة دي لازم تكون في التلاجة. الزبدة نيوزيلندي طعمها حلو جدا، واللي بيحب يستخدم مارجرين او تونسي او اي زبدة تانية، بس دي حلوة قوي انا جربتها. وفردتها بالشكل ده كلها على العجينة، وهفضل الف العجينة رول واشد العجينة والف واشد والف علشان دي طبقات التوريق بتاعة الفطير. وبعد كده هديها شوية زيت بسيط، واحاول ان الرول كله يبقى مقاس واحد ان انا اسويه. الكمية ديت اللي هم 4 كوبايات عملوا لي حوالي 14 فطيرة بس صغيرة، يعني المفروض ان انا كنت اكبر اكتر من كده. لما رجعت عملت الفطير تاني كبرتها فعلا طلعت افضل واحسن، وبرضو هنشوف مع بعض. بقيت بقيس 4 صوابع بالشكل ده بس صغيرة، يعني ممكن زي اللي بنشتريها من بره بس رقيقة، لاني ما لفتش رول كتير. كل ما نلف رول كتير كتير كل ما التوريق معايا بيكون اكتر. بعد كده مسكت واحدة واحدة وفردتها بالراحة بالشكل ده علشان الزبدة ما تطلعش منها. اهو التوريق باين معايا اهو. بعد كده هفرد وهسيب العجينة كل فطيرة لوحدها كده ترتاح. هرصهم فوق بعض وهسيبهم يرتاحوا، وبعد كده هنشوف مع بعض هنعمل ايه. او هاخد اول واحدة فردتها عشان تكون ارتاحت وبطبقها بالشكل ده على بعضها، وبعملها بقجة كده بايدي وبقفلها على بعض، وهسيبها على الجنب اللي من تحت دوت ترتاح. وكملت كله بنفس الطريقة. وبعدين خدت اول فطيرة ارتاحت وهفردها، بتتفرد بكل سهولة لانها ارتاحت كويس، وبرقق براحتي بتتفرد معايا زي ما انتم شايفين بسهولة ما بترجعش تاني. وبعدين هحطها في الصواني. والمرحلة اللي جاية دي بقى اهم مرحلة، ان الفرن يكون حامي وسخن جدا من فوق ومن تحت علشان ما ينشفليش الفطيرة بتاعتي. لان الفطيرة المفروض تاخد في الفرن مش اكتر من 10 دقايق، لو قعدت اكتر من كده هتنشف. فانا بعد ما خلصتهم دهنت الوش سمنة،
وبعدين دخلتها الفرن بعد ما سخنته كويس قوي. وقبل ال10 دقايق لازم تكون طالعة سواء احمرت ما احمرتش، عشان لو اتسابت اكتر من كده هتنشف. الفرن بتاعت البوتاجاز غير فرن بره. بعد كده قعدت 10 دقايق في الفرن، طلعتها. كملت طبعا الكمية كلها بنفس الطريقة ورصيت في الصواني، ودخلتها الفرن لمدة 10 دقايق. وبعد ما طلعت هنشوفها مع بعض، بقت بالشكل ده. تفرق ايه عن بتاعت بره؟ بس الفرق ان هي طبقاتها مش كتير، عشان الرول ما كانش كتير. اهو بالشكل ده، وشها طري وحلوة جدا، وطرية ومورقة وحلوة قوي وخفيفة، وطعمها تحفة تحفة بجد. الزبدة نيوزيلندي اول مرة جربها، مش اخر مرة ان شاء الله. بالشكل ده. بعد كده عملت تاني فطير وزودت طبقات الرول، وهوريكم معايا بقت عاملة ازاي. بس كانت محتاجة تتسخن في شوية حلوين في الفرن. اهي بالشكل ده، برضو مش حمرة قوي قوي، بس مستوية ومورقة زي ما انتم شايفين، وطرية جدا وزي الفل. مش هنحتاج بجد نشتري الفطير تاني من برا، لان الوصفة دي فوق الروعة. محتاج بس نظبط الفرن بتاعنا، والزبدة تكون كويسة وتكون ساقعة في التلاجة عشان اعرف افردها. ويا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.